أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. تحياتي لحضراتكم وتمنياتي ليكم بدوام الصحة والحال. وبنقدم ليكم أجدد عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسول التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معنا هي هنا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة. سايبين لحضراتكم الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة ده لو حضرتك حابب تتواصل معايا ويكون في خصوصية أكتر. وفي الحالتين إذا كنت بتتواصل معايا على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة يتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وأحب أفكر حضراتكم إن إحنا بنقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط وبدون أي مقابل، فربنا يقدرنا إن إحنا نقدر نساعد الناس كلها ونكون عند حسن ظن الجميع. وأحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدك في اختيار شريكة العمر أو شريك العمر المناسب ليكم. وبعتذر لأي حد تواصل معانا واحنا ما ردناش عليه، ساعات بيكون غصب عننا، ساعات بيكون من ضغط الرسائل، في رسائل ما بنشوفهاش. فبرجو من حضرتك لو انت تواصلت معايا وما تمش الرد عليك، نرجو من حضرتك ان انت تتواصل معانا تاني وبإذن الله يتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. وبرجو من حضراتكم مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب لحضرتك وانت فيك المواصفات المطلوبة من قبل صاحبة الإعلان تتواصل معايا ببيانات الشخصية كاملة عرضها عليها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع ويرزق الجميع بالأحسن والأفضل ليه إن شاء الله. وعلشان ما أطولش على حضراتكم نبدأ عرض النهاردة ونخش في التفاصيل. عرض اليوم لمدام أرملة، مؤهل فوق المتوسط، بتعمل في وظيفة محترمة ولها دخل ثابت. كود العروسة هو 406. زي ما أنا قلت لحضراتكم هي مدام أرملة بترغب في الزواج والاستقرار مع شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها ويكون بياناته قريبة من بياناتها وتكون حالته الاجتماعية زيها. ربنا يقدم لها كل الخير ويرزقها بالشخص المناسب ليها. عندها بنت واحدة فقط مخطوبة على وش جواز. هما يقيموا في منزل الأهل منذ وفاة زوجها من فترة طويلة. مكان إقامتها مصرية، تكون في محافظة سوهاج. السن 47 سنة. وفي ملحوظة هامة جدا حابب أوضحها لحضراتكم، هي ما بتقبلش التعدد نهائيا لظروف خاصة بها. يعني يا ريت اللي تواصل معايا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية علشان أقدر أساعده إن شاء الله. وقبل ما نقول لحضراتكم مواصفات الزوج اللي هي بترغب بالارتباط بيها، بحب أفكر حضراتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا ودعما منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، علشان نقدر نساعد كل الناس الجادة في إيجاد الشخص المناسب ليهم. وبحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبأكد ليهم إن إحنا مستمرين بيكم وبدعمكم، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم بإذن الله. في تاني مهم جدا، يا ريت لو حضرتك بتتواصل معايا برسالة فيها بياناتك وحابب إن أنت تكتب رقم موبايل ليك، بأكد لحضراتكم بلاش تكتب رقم موبايلك بطريقة الأرقام، اكتب رقم موبايلك بطريقة الحروف علشان الرسالة كلها تظهر وأقدر أشوف بياناتك، أقدر أتواصل مع حضرتك في أسرع وقت إن شاء الله. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون رجل محترم وعلى خلق، مصلي وملتزم، قريب جدا منها في السن، لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو موظف، ويكون لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، لأن زي ما احنا قلنا هي بتقيم في منزل الأهل منذ وفاة زوجها من فترة طويلة. وأيضا من أهم شروطها إن اللي يتقدم ليها ما يكونش عنده أولاد أو عنده أولاد وما يكونوش بيعيشوا معاه، ويكون أيضا ميسور الحال وقادر إن هو يفتح بيت يوفر ليها عيشة كريمة إن شاء الله. وللجدية في طلب الزواج منها إن هو يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها أو بلد قريبة منها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج بلدها بسبب ظروف عملها وارتباطها ببنتها. طريقة التواصل معها أو معه هو طريقة التواصل إليها هتكون من خلال أخوها، وهو أخوها الكبير وهو ولي أمرها، فعلى ما يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة، يا ريت زي ما أنا قلت لحضراتكم يتواصل معاه برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة ورقم موبايل ليه. وربنا يقدم الخير للجميع إن شاء الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج اونلاين هتلاقي الاحسن والافضل ليك معانا ان شاء الله. وفي النهاية